ازاي اختار واحد من اهم الاجهزه اللي ضروري جدا تكون موجوده في كل بيت. بقالي فتره بدور على كبه تكون امكانياتها كويسه وفي نفس الوقت سعرها مناسب. تعالوا النهارده اقول لكم ايه اكتر الحاجات اللي تاخدوا بالكم منها لما تشتروا كبه جديده. ارشيا براند الماني، الموتور بتاعها نحاس ومعاها ضمان 14 شهر، فيها سرعتين ومعاها 4 اسلحه علشان نضمن ان كل الحاجه تتفرم كويس. الغطا كمان فيه رابر علشان يكون محكم الغلق. الحله بتاعتها من الستانلس ستيل ودي احلى حاجه عشان لو وقعت ما يجرالهاش اي حاجه. هي 3 لتر وفي منها 6 لتر بس انا جبت المناسب بالنسبه لي. جاي معاها القاعده دي عشان تثبتها من تحت وما تتحركش ابدا لما نيجي نستخدمها. ودايما لما تيجوا تتاكدوا ان الستانلس يكون اصلي ولا لا تعملوا اختبار المغناطيس، لان الستانلس البيور مش بيلزق فيه المغناطيس، واي حاجه جديده لازم تتغسل الاول. ويلا بينا ندخلها تحدي. وفرم البصل ساعات ببقى مستعجله جدا فهحطه كده نصين علشان اتاكد من السرعه بتاعتها. فرمته ما شاء الله من ضغطه والتانيه اتفرم، واحلى حاجه ان هو اتفرم كله زي بعضه، وده هيوفر وقت ومجهود ان احنا نقلب الحاجه وهي بتتفرم. كمان عملت فيها كفته الفراخ، حطيت كل حاجه زي ما هي، قطعت الفراخ بس مكعبات وما شاء الله فرمتها حلوه قوي، بقت زي العجينه والتشكيله بتاعتها كانت حلوه قوي كمان. وكفته الفراخ دي من احلى الحاجات اللي ممكن تعملوها في البيت، موفره جدا وبسيطه. كمان عملت فيها كفته الرز، اهم حاجه تفرموا كل حاجه لوحدها علشان النتيجه تطلع مظبوطه. وطبعا ما فيش بيت مصري ما بيحبهاش، بتحبوها متحمره ولا محطوطه في الصلصه. كمان ساعدتني جدا في عمل كل التتبيلات، جبتها من بيت الندى بسعر حلو قوي. كمان هم عاملين عروض حلوه قوي عشان لو حابين تجيبوها لمامتك او حماتك. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو، هسيب لكم كل التفاصيل تحت الفيديو.